اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. غبرت عليكم، عارفه راسي غبرت عليكم. جبت لكم فيديو جديد اللي غيعجبكم بزاف، غادي تشوفوا فيه بلايص اللي يعجبوكم واللي غادي يمشي لهاد المدينه فين غادي يخرج. غادي نقول لكم بشحال تقامت عليا الخرجه كامله، وكذلك غادي نشارك معكم لوطيل اللي بركس فيه بشحال تقام عليا وكيفاش عاملونا. حبيباتي، الا كيعجبوك بحال هاد الفيديوهات خليها ليا في التعاليق، نكثر لكم منهم. واللي اول مره كتصادف القناه مرحبا بك، واللي مشتركين عندي في القناه تنتوما مرحبا بكم، راه القناه بكم غاده. بالنسبه لي انايا الوجهه ديالي هاد المره ان شاء الله غادي نمشي لاكادير اللي كنت كنتمنى انني نمشي ليها، والصراحه زوينه زوينه بزاف. تحركت من داري مع 6 ديال الصباح. ديت معايا وليداتي ناعسين في الطريق. منين فاقوا الوليدات بركنا فطرنا في واحد البلاصه اللي كاينه في الطريق، في ستاسيون كتكون بحال هكا فيها الفطور. واللي بغى يقتصد كتر يدي معاه فطورو من الدار، راه كيكونوا كريسات برا فطروا فيهم. صافي فطرنا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. شدينا الطريق، الصراحه كانوا مناظر زوينين زوينين في الطريق، ديال الجبال، ديال الشجر، ديال الزيتون. كانت الدنيا زوينه، كانت الطريق مسرحه، ما لقيناش كاع الزحام نهائيا مع انها كانت العطله. صافي هنا وصلنا لاكادير، وصلنا للوطيل اللي سميتو رفيده. بالنسبه للوطيل راه ما دايره ليه لا اشهار لا والو، انا قلت لكم في الفيديوهات السابقه اي بلاصه مشيت ليها غادي نقول لكم الايجابيات والسلبيات ديالها. بالنسبه للوطيل كان زوين، غير المشكل اللي لقينا فيه انه كانوا كيديروا فيه شي اصلاحات، وكانت فيه ريحه الصباغه. مي ريحه الصباغه غير برا في لي شون برا، ما كايناش ريحه الصباغه. المهم حنا خدينا سويت اللي صغيور، فيه كوزينه وفيه، انا غنوريه لكم ان شاء الله. المهم هنايا وريتكم غير الاستقبال. التعامل ديالهم زوين، ماكلتهم زوينه، حنا كنا كناخذوا عندهم غير الفطور. بالنسبه للماكله كنا كناكلوا برا. هنا هاد المهم الدخله ما قديتش نصورها حيت كانوا وليداتي كيلعبوا. غادي نبدا لكم بهذا السيجور اللي فيه جوج سديدرات اللي مريحين. فيه هذا الشرجم اللي كيطلع على لا بيسين، فيه بالكون صغيور. المهم دوك الباليزات ديالنا محطوطين تما. فيه تلفازه، فيه سالامونجي، فيه مرايا اللي كتشوفي فيها راسك، فيه كوزينه صغيره، فيه ميكرووند، فيه هذيك ديال القهوه براد، فيه الماعن كاملين الا بغيتي طيبي في الدار بطبيعه الحال. فيه بوطه ديال الضو، فيه ثلاجه صغيره كما كتشوفوا، فيه بلاكارات، فيه الماعن، فيه مقله، فيه طنجره، فيه كيسان. مهم اي حاجه بغيتيها غادي تلقايها تما. بالنسبه لشي بنات قالوا لي ورينا اللبس ديالك. بالنسبه للبس ديالي انا عادي كاي امراه مغربيه كتلبس مستور، كندور عليا الزيف باش ما يبانش الجسد ديالي. الله يثبتنا يا ربي. المهم هذه الشومبر زوينه نقيه، اهم حاجه كاين في هذا الشيء هو النقاء. مي حاجه وحده اللي ما عجبتنيش ان الارض واخا كانوا مجففينها، يمكن لي كانوا قبل منا كانوا في البحر وبقات الرمله، كنحس بالارض فيها الرمله. مي ماشي مشكل. هنا كاين كوفر، فور اللي كتحطي فيه الحوايج ديالك ملي كتبغي تخرجي. هنا كاينه مرايه اللي تشوفي فيها راسك كامله. بالنسبه للطواليت كانت نقيه وزوينه، كاين الماء سخون، كاين الفوطات، كاين لي باندوش والشابوان والصابون داكشي حاطينه. البابي جينيك كلشي كان، يعني الدار كانت زوينه او الاوتيل كان زوين. هنا الاطلاله اللي كنا كنطلوا على الاوتيلات الاخرين، هاد البلاصه معروفه بالاوتيلات حدا البحر، تقريبا 5 دقائق بينك وبين البحر في الطوموبيل، مي يمكنش ربع ساعه على رجليك. كما كتشوفوا كنا كنطلوا على لا بيسين. صراحه عندهم كل شيء زوين. بالنسبه للثمن 700 درهم داخل فيها الفطور. النهار بطبيعة الحال 24 ساعة. هنا كانت نشارة ودايرين سالامونجي في لا تيراس. وبالنسبه لينا حنايا وصلنا مع 11 الاكادير، ضربنا فيها دويره صغيره ودخلنا لوطيل مع 12. نورمالمون خاصك تدخلي حتى للجوج وتخرجي مع جوج ديال الغدلي اولا ديال 12 ديال الغدلي. حنا دخلونا مع 12 حيت كانوا وليداتي عيانين مع الطريق. المهم هذه هي غديوتي ديال النهار الاول. من بعد ما تغدينا وبركنا، قبل بركنا في لوطيل شويه، هبطنا تغدينا ورجعنا للوطيل، عاموا الوليدات بحال هكا في لابيسين.
يعني ضروري تبقاو مراقبينهم، بالخصوص الوليدات الصغار اللي قل من 7 سنين أولا قل من 8 سنين، تبقاو مقابلينهم. أنا هنايا راه ولدي نعس عليا و بقيت صورت لكم غير لقطات صافي، ما بغيتش نصور بزاف حيت راكم عارفين الناس ما كيبغيوش يتصوروا. صافي هنا دايرين كراسة ودايرين باراسولات، صراحة عندهم كلشي زويون. وكاينه بلاصه اللي مغطيه على الشمس دايرين فيها صالامونجي، ممكن هنا تباتي فيها، عامهم ممكن وليدات تباتي فين ما يعني بغيتي، بردوا قلبهم. هنا الغد ليه صافي هنا سالينا. لا بيسين دوشت ليهم وكذا، خرجنا غير شويه غير تما صافي ورجعنا للدار، تعشينا ورجعنا للدار استرحنا. والغد ليه هنايا كنا فطرنا في لوطيل، ما صورتش لكم مع الاسف، ما غادي نصور لكم الفطور ديال النهار اللي بعده. كما كتشوفوا هنا مشينا لتغازوت، تغدينا فيها، بركنا في هاد لي ريستو اللي كيشوفوا في البحر. صراحه المنظر رائع 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 جدا. بالنسبه للماكله الصراحه ما كانتش زوينه في هاد البلاصه، مازال العشاء تعشينا حدا لوطيل كان زوين، والغدا كذلك كان زوين. مي الغدا ديال يعني هاد البلاصه ديال تغازوس بالخصوص عند هاد السيد، حيت حنا قلبنا قال لك كيشكروه. شوفوا في اي سفيره ضروري الواحد كيتقول. بالنسبه لولدي خدا البرجر، راجلي خدا لي بات بفواكه البحر، وانا خديت ساندويتش. انا صراحه طلعت لي ماكله الزنقه في راسي، بغيت طاجين، قال لي طاجين خاصك تكومونديه وتبقاي تسنايه. قلت لي صافي جيب لي غير ساندويتش عادي، على اساس انه غادي يديروا لي في ساندويتش ساعه دار لي بحال مصوب لي في الخبز. مي معليش ماشي مشكل، كان زوين. ولكن انا ما عجبتنيش هاد الطريقه، ما كاينش الباريزيان، قول لي راه ما كاينش الباريزيان، ما ديرش ليا بحال فكرنا والدينا ملي كيكونوا في العرس وكيجيبوا لك يذوقوك بحال هكاك. هادشي كيوقع عادي في اي سفيره، ضروري ما يوقع لك بحال هاد المشاكل اللي صغيورين. ماشي مشكل، حنا مسافرين باش ندورو باش نخرجوا باش نتساراو. الماكله راه ديما كناكلوا في الدار. اهم حاجه ان التعامل والبلاصه كانوا زوينين بزاف. المهم هنا من بعد ما سالينا من تغازوت شدينا الطريق رجعنا لاكادير. هنايا عجبني هذا المنظر ديال الشركات والمرسى، وكاينه واحد الطياره الفوق الا شفتوها، عاطيه واحد المنظر فن في ديك البلاصه. كما كتشوفوا انا خديت لكم بعض اللقطات بحال هكا، حيت باقا ما مولفاش نصور ونهز الكاميرا وكذا. المهم انا ديجا شاركت معكم الميزانيه ديال 2000 درهم ياك. بالنسبه للصالير ديال الزوج ديالي حنا دايرين جوايات، دايرين السفر بوحدو، الملابس بوحدهم، الخرجات بوحدهم، التسافير بوحدو، عيد الاضحى بوحدو. المهم وهكذا كل حاجه كنعطيوها حقها، والحمد لله كنجمعوا واحد ما حارمينش راسنا، ومع ذلك كنجمعوا الحمد لله والشكر لله، اللهم اديمها نعمه. راه ما يمكنش الواحد خدام ويبقى غير في الدار، ما يخرج، ما يفوج، ما يدور، ما حتى شي حاجه، وكتلقى غير كيبقى غير يجمع. جمع، انا متفقه معكم في هذه القضيه، الواحد يجمع وما يخسرش في الخاويات، ولكن ضروري الواحد مره يخرج يفوج على راسه، حيت ضغوطات الحياه كتسطي. الروتين، المراه اللي كتبقى ديما في الدار جمع طيب غسل ماعن، جفف، هذاك الشيء كيسطي. ضروري الواحد خاصو يخرج يفوج على راسه. بالنسبه كما قلت لكم انا دايره جوايات، كل جوا دايره فيه القدر اللي غادي يقدني، الملابس دايرهم بوحدهم، السفر بوحدو. انا حتى من الزيت الزيتون دايره ليه ميزانيه راسو، يعني دايره ليه جوا راسو، هادشي ما كيخلينيش ندوخ. المهم نرجعوا للفيديو. هنا راه كنا شدينا الطريق لاكادير وفله، وصلنا في مكتوبه الله الوطن الملك. واختكم ما قدرتش تكمل، اول مره في حياتي غادي نعرف ان عندي فوبيا من الاماكن العاليه. انا عارفه راسي كنخاف من الاماكن العاليه، ما هادشي امتى وقع ليا. الصراحه المراه الله يسهل على كل وحده والله يرزقكم الذريه الصالحه. انا قبل ما نولد ما كانش عندي هاد المشاكل، كنت كنمشي للسنديبات، كنت كنمشي للجبال، كنت كنخرج، ما كانش عندي هاد المشكل. من بعد الولاده وليت كنخاف من هاد الاماكن العاليه، ما عرفتش علاش ولات عندي فوبيا. وصلنا لنص ديال الطريق فين كتوصلي، حيت هما عندك كتوصلي لواحد البلاصه خاصك تشدي طاكسي باش تطلعي لاكادير اوفلا. انا وصلت لديك البلاصه
صافي ما قديتش نكمل، قلت لراجلي ما نقدرش نكمل، باش نطلع على رجليا جاتني صعيبة وما قديتش نطلع حتى على رجليا. المهم وقفنا مشينا و صافي ما قديتش نكمل. كما كتشوفوا هذاك السور هو اكادير اوفلا، هذاك السور الابيض، يعني حنا كنا غاديين نطلعوا حتى لتما وراه قربنا نوصلوا ما قديتش صراحه. شدتني الدوخه وشدتني واحد الهستيريا. اول مره غادي نعرف راسي انني خوافه. هي هاد المره صافي رجعنا. المهم وصلنا لواحد البلاصه ورجعنا. هنا فين كيبانوا لكم الطوموبيلات وقفنا شويه تصورنا الوليدات وريتكم الغروب غادي تشوفوه. صافي وانا نرجع ما قديتش صراحه. بغيت كنت باغا انني نمشي للعمره، ما عرفتش كيفاش غادي ندير الصراحه باش نركب في الطياره، مي غادي نحاول نتغلب على الخوف ديالي ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا اللي كتقدر تمشي راه تمشي، راه كيكونوا طاكسيات لتحت وكاينين طاكسيات كذلك الفوق. انا ما قدرتش وكنا باغيين نركبوا في داك التلفريك، مي مع الاسف لقيت ان عندي فوبيا. صافي ورجعنا في حالنا. راجلي ديجا راكب فيه، انا ما عمرني ركبت فيه الصراحه. ما قديتش، خفت بزاف بزاف، مي نحاول نتغلب على انا صورت لكم. هانتوما شفتوا انا كنت باغا نجربو، مي ما قديتش الصراحه. كاينه بلاصه اخرى سميتها حديقه التماسيح اولا الكروكوديل، ما بغيتش نمشي ليها دابا، قلت يكبروا الوليدات ونمشي ليها باش يوليو يعقلوا. وحتى اكادير اوفلا ان شاء الله غنطلع ليها، مي ماشي دابا حتى نتغلب على هذا الخوف اللي عندي. بالنسبه ما شاء الله الله يحفظ واحد الناس كانوا طالعين على رجيلاتهم من التحت حتى الفوق، وكاين اللي كيطلع وكيشد طاكسي، كاينين طاكسي. صافي خدينا التصويرات بحال وهنايا راه غير كيبان لكم راه قريب راه بعيد، راه عرفتي باش راه درنا على راه واحد الطريق راه بعيدة. مي انا خوافة. صافي انا عرفت راسي في هاد المرة رانا خوافة. صافي هنا من بعد ما هبطنا مشينا بلاصينا الطوموبيل لتحت، وهنا راه بدا يعني هنا كنقرب المغرب. صافي وشدينا الطريق وريتكم الله الوطن من هاد البلاصة، الله الوطن الملك من هاد البلاصة. كما كتشوفوا هنا كاين البحر. صراحة الدنيا زوينة زوينة في أكادير، وأهم حاجة عجبتني هي النقاء الأراضي نقيين الأراضي زعما كاين الأرض منقية، ما فيها حتى شي وسخة، ما شاء الله كانت فنة. صافي هنايا كما كتشوفوا هذا هو لاكورنيش ديال مارينا. حتى هو كان زوين. كان الماتش ديال الريال ولا المهم كان شي ماتش كبير و كان الرجال كيغوتوا في القهوه. هنا البحر الصراحه ما هبطناش للرمله. هنا الغد ليه في الصباح هذا هو الفطور اللي حطوا لينا في الوطيل، حطوا لينا البطبوط والمسمن البيض، مهم هذا الزيت، ارغان، العسل، كوفيتي، الفرماج، الزيتون، الزبده، الباريزيان، الليمون. المهم كان فطور زوين صراحة، وكيتعاملوا معاك مزيان، واي حاجه بغيتيها كيجيبوها لك. منين سالينا عطاو للوليدات دانونات. هنا الوليدات كانوا مشاو عاموا في لابيسين شويه، وانا طلعت جمعت الحويجات. من بعد ما خرجنا من لوطيل صافي سالينا من لوطيل نهائيا، مشينا لسوق الحد. صراحه السوق فيه العجب المتعجب، زوين بزاف. واهم حاجه زوينه في هذا السوق، اي بلاصه بلاصيتي فيها الطوموبيل كتدخلي منها، يعني فيه بزاف ديال البواب ممكن تدخلي من اي باب. هنا من بديت كنصور ليكم. كاينين بلايص زوينين بحال هادو كيبيعوا الفخار وداك الشيء، كاين بلاصه ديال الديسير، بلاصه ديال الاواني ديال الطواجن وداك الشيء. اي حاجه بغيتوها كتلقاوها في هاد السوق. زوين زوين وكبير كبير، انا ما درتوش كامل، درنا غير شويه. ومع الاسف ملي بغينا نبلاصيو الطوموبيل سولنا على سوق اخر كاين هنايا نيت في اكادير، قال لنا راه كيكون محلول. ما خدينا والو من هنا، قلنا تنمشيو للسوق لهيه بلا ما نبقاو متقلين، تنمشيو للسوق لهيه وناخدو. منين مشينا لقينا السوق ساد، هادو كيبيعوا هادشي ديال العشوب وكذا. عندهم داكشي نقي وزوين كما كتشوفوا مستف. داكشي عندهم غزال غزال فن.
المهم كما قلت لكم ملي مشينا للسوق الاخر لقيناه مع الاسف ساد وبقى فينا الحال. مي ان شاء الله مره اخرى نرجعو ونتقداو. خديت غير الزيت ارغان ديال التجميل، ما خديتش الماكله الصراحه، خديت غير التجميل. وخديت صابونه ديال العسل، انا غنوريكم المحل عنده داكشي نقي وزوين. وفي منين دخلنا وهي مسكينه كتجيب لينا وراتنا زيت ارغان، دقنا منه، دقنا من امل، ودقنا من العسل. عرفتي مسكينه منين دخلنا وهي كتعطينا نذوقو. صافي خديت من عندهم زيت ارغان ديال التجميل، كنديرو لوجهي في الليل والغد ليه بالنهار. ملي كنوض نتوضا كنغسل وجهي بالصابونه باش ما يبقاش ليا داك الزيت في وجهي. وما نكذبش عليكم انا هاد اليومين رطب ليا وجهي الحمد لله. عندهم جميع انواع ديال العسل، عندهم عسل ديال الليمون. خدينا حتى العسل حقه ولكن خداه راجلي من عند صاحبه، ماشي من عند هادو. هذا هو السوق اللي قلت لكم الصراحه ما عرفتش شنو سميتو، قالها لي راجلي ونسيت. جينا لقيناه ساد، لقينا غير اللي برا هما اللي حالين. يمكن هذا سوق اسبوعي كيحل غير مره في السيمانه. لقينا غير المحلات اللي برا اللي سادين، ضربنا فيهم دويره الساعه ما فيهم شي حاجه اللي عادي، غير مالين التليفونات ومالين الصنادل ومالين الحوايج. يعني ماشي شي حاجه اللي بحال السوق الاخر. مي الداخل ضروري غادي تكون شي حاجه اللي مختلفه. المهم انا وريته ليكم، غنخلي لكم سميتو في اول تعليق باش تسولوا قبل ما تجيو هنا. خدينا هاد الغديوه صافي في هاد الريستو وشدينا الطريق ورجعنا في حالنا. اللي كيعرف بلايص اخرين في اكادير يخليهم ليا في التعاليق. بالنسبه للحديقه ديال الكروكوديل اولا ديال التماسيح ما بغيتش نمشي ليها دابا، قلت حتى يكبروا الوليدات ان شاء الله ويوليو يعرفوا نديهم ويدوروا على خاطرهم. وبالنسبه للثمن ديال السفيره تقام عليا ب46 الف ريال، بها لوطيل فيها الماكله. مع الاسف ما تقديناش، يعني ما فيها لا تقى ديال حتى شي حاجه، فيها يومين ديال لوطيل. مشينا 2 في الصباح وخرجنا 4 في الصباح. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم، ولا عجبكم حبيباتي قولوا هيا نكثر لكم من هاد الفيديوهات. ونصيحه خرجوا وليداتكم ما حدهم باقيين صغار، حيت هادشي غادي يعقلوا عليه وغادي تورخ ليهم في راسهم كما حنا متورخين لينا حوايج كانوا صغارين في حياتنا وعاقلين عليهم لدابا. خرجوا وليداتكم دوروهم، واخا ديوهم غير الجرده، واخا ديوهم غير الغابه، ديروا ليهم سندويتشات في الدار. المهم انكم تخرجوهم ويعقلوا على هاد الذكريات الزوينه اللي كدوزوا معاهم. ولادكم راه غيكبروا وغادي تقولوا يا ريت يا ريت كون خرجنا معاهم وهما صغار. هنا كيكون سال الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.